السلام عليكم البنات، الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. الوصفه تاع اليوم سهله مهله خفيفه ظريف. ما كانش اللي ما تكسر لهاش الصابلي. جيبي الصابلي هذاك اللي تكسر لك واربحي نحضروا بنيون. عندنا كميه من الصابلي قلت لكم اللي كانت تكسر لي كما راكم تشوفوا. زدت رحيته بالاشوار مليح حتى ترحى مليح. عندي 2 ملاعق كبار تاع الكراميل. عندي كمية من الشامية أو حلوة الترك. عندي كمية من الكاوكاو أو المكسرات مرحيين. عندي كمية من العسل اللي راح نلمو به العجينة تاعنا. عندي ملعقة كبيرة تاع زبدة، وعندي لارم تاع البندق كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم يعني ما كانش ما تكسر لهاش الصابلي في العيد هذا. كاين بزاف يعني اللي تكسر لها تفتت لها ولا قعد لها، تما ما ترميوهش ديروا به بنيون، نديروا له اعاده تدوير كما راكم تشوفوا. عندي كميه من الصابلي، درت لها ملعقه كبيره تاع الزبده. عندي كميه من المكسرات، عندي كاوكاو وشويه نوازيت مرحيين. عندي كميه ايضا حلوه الترك او الشاميه كما راكم تشوفوا. نجي نخلطها مليح باسكو حلوه الترك تاعي راهي شويه يابسه، يعني باش ما تقعدلناش هكذاك يابسه. راني نبعث فيها كما راكم تشوفوا مليح، يعني باش تذوب لنا ويولي الخليط تاعنا كامل سوا. زدت لها حوالي ملعقتين تاع الكراميل. تقدروا يعني تعوضوا الكراميل بشوكولا تارتيني، يعني شوكولا تارتيني تجي بزاف بنينه، بصح باش نهي لازم تذوبوها باش تزيدوها الخليط، سينو راح تديكم بزاف تاكلكم يعني بزاف. كما راكم تشوفوا هنا خلطوا جيدا. من بعد زدت له لارم تاع البندق. تقدروا تزيدوا لارم تاع الكراميل اذا كانت متوفره، تقدروا ايضا تستغنوا عليها ما ديروهاش مره. كما راكم تشوفوا ندخل كامل المكونات في بعضهم حتى يتجانسوا كامل مع بعضهم بهذه الطريقه. من بعد نجي نلمها بالعسل. انا هنا كنت درت حوالي ملعقتين تاع ماء الزهر مزهر. المقطع راح لي هذا ما كان، ديروا ملعقتين تاع المزهر هذا ما كان. اذا كانت كميه قليله ديري ملعقه واحده. لميتها مليح بالعسل. هنا نجيو نكورها ونشوفوا اذا تشقت معنا راهي مخصوصه عسل، لازم تزيدوا لها كميه من العسل وتلموها. اذا ما تشقتش معكم وقعدت كره هكذاك خليوها كيما راهي، يعني راهي العجينه سيبون تقدروا تخدموا بها. هنا جبت الميزان وزنتهم حوالي 24 غرام للحبه، يعني باش يجيوني كامل سوا. ما عندكش ميزان ثاني عادي عينك ميزانك. هنا بعد ما كورتهم كامل، كورت كامل كميه قلت لكم عفوا 24 غرام، درتهم في المجمد مده 5 دقائق. من بعد كنت ذوبت شوكولا بالحليب كما راكم تشوفوا. زدت لها ملعقه تاع الزيت وخلطتها، واني راح نزيد لها حتى اضافات غير الزيت من اجل لا بريونس وتجيني خفيفه. هنا عندي كميه من المكسرات، التزيين يكون اختياري ديما نقولها لكم. هنا نجي نكلاصي الحبات تاعي ونديكوريهم في نفس الوقت قبل ما تجمد لي الشيكولا تاعي. هنا كي تجبدوهم عفوا من الكونجيلاتور قلت لكم ديروهم مده 10 دقائق او 5 دقائق فقط، يعني ما تزيدوا لهمش، يعني باش يحكموا لا فورم ما يهبطوش. خليو كي تجبدوهم من الكونجيلاتور خليوهم واحد 3 دقائق. من بعد ابداو اغلاصيوهم. سينو كما راكم تشوفوا انا لهنا بديت غلاصيتهم طول لصقت لي الحبه بيسك هي جامده والشيكولا شويه سخونه، الشيكولا جمدت. ثم خليهم يبردوا شويه وبعد غلاصيهم. هنا جبت كميه من الشوكولا البيضاء، زدت لها ملعقه تاع الزيت كما راكم تشوفوا. وهنا عندي لارام تاع البيستاش. تقدروا ديروا يعني شوكولا بيضاء طول، وتقدروا ديروا لها اي رام يعني تفضلوا. انا لان حبيت ندير تاع البيستاش كما راكم تشوفوا. وهنا يعني هبطت لي كميه كبيره، غلبتني القرعه وهبطت لي كميه كبيره. يعني نتوما ديروا كميه قليله غير بالمغرفه صغيره نقطه فقط من اجل اللون والذوق كما راكم تشوفوا، النقطه فقط. هاي لك اللون اللي تحصلت عليه، بيسك انا قلت لكم راني كثرت لارم يعني بزاف، هبطت لي بزاف يعني غلبتني. نتوما اذا حبيتوا اللون هذا خليوها كيما هكذا، ما حبيتوش اللون هذا نقصوا لارم ديروا كميه قليله جدا. هنا زينتها بالحبه تاع بيستاش من فوق، تزيين بسيط فقط كما راكم تشوفوا.
الشيكولا البيضاء اي ثم كي تزيدوا لها اي روم ولا اي ملون اي راح تكلكل معكم. ديروا لها ملعقه شتو الماء هذاك اللي غليتوا فيه الشوكولا في البان ماري، زيدوا لها ملعقه من الماء هذاك اللي غليت فيه فوقو، ملعقه تاع عفوا تاع الماء وملعقه تاع حليب، وخلطوها تولي لكم شوكولا تاعكم كيما كانت، يعني تتكلكل ما يصرى لا والو. هنا زدت جبت شوكولا بالحليب، زدت لها كميه من الكاوكاو محمص ومرحي شويه خشين كيما راكم تشوفوا. حنا نديرو شغل تاع فيروشي كيما راكم تشوفوا. هنا درت البيضاء ما عجبتنيش، من بعد درت شوكولا بالحليب، قلت لكم فيها الكاوكاو محمص ومرحي. تقدروا ديروا نوازيت ولا اي حاجه متوفره عندك. هنا زينتها بالنواه كاجو كما راكم تشوفوا. التزيين يكون اختياري، سواء تزينها بالمكسرات او بالورد، ورق الذهب، اي حاجه يعني متوفره عندك زيني بها. انا نعطيكم الفكره، وكل واحد يعني والذوق تاعو، وانتم يعني غيروا فيها كما تحبوا. كما راكم تشوفوه وصفه يعني بزاف سهله ويجي بزاف بنين وخفيف، يعني ثمثم توجديه ماهوش راح يدي معك وقت. وقلت لكم الكميه تاع الصابلي يعني اللي تكسر هذا كون نديروا له اعاده تدوير، يعني خير من تاكلوا لابوبيل وخير من طيشوه. اللي احنا نجينا نقتصدو نروح نشوفوه في صحن التقديم. هاي ليك البنيون تاعنا بعد ما كملناه، يعني جاء ما شاء الله شكلا وذوقا ما نحكي لكمش على البنه، جاء بزاف بنين ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها.